الله شو بنات، وياكم الخالد مقطع جديد. انا لاحظت كم تعليق سلبي بس تفادينا الموضوع بسرعة. ما تفادينا الموضوع اوكي، لان الموضوع كان بسيط كلش. لا تقول الخال عنصري اوكي. المقطع هذا يعني تعبير عن الرأي بخصوص التعليقات السلبية. جي برادرز دخلنا 21,000 عضو بالموقع، واذا كل واحد جاب 3 هم راح ندخل 60,000. انسوا ما اريد اتعبكم. الزبده يا ولد، اليوم عندنا قصه ثانيه، وحسب علمي انتم تحبون القصص، خاصه القصص والسوالف اللي صارت بي انا وفيراري واندومي وهزاز. واعيد واقول، اللي ما يعرف فيراري واندومي وهزاز تقدر تشوف المقطع هذا، والمقطع 3 اجزاء. بس لا تشربوا شيء وانتم قاعدين تباوعون المقطع، لان ما لي دخل اوكي. اذا طلع البيبسي او العصير من خشمك انا ما لي دخل اوكي. ونبدا بالقصه. وبيوم حلو جميل كالعاده متجمعين براس الفرع، وانا وفيراري واندومي وهزاز. واذا قلت لك متجمعين براس الفرع معناها بطالين عطالين ما نعرف شو نسوي. فكل واحد قاعد يحكي بسالفه وقاعد ديم يا ولد. قاعدين نحكي على فيلم فاست اند فيوريوس. اللي ما شايف فيلم فاست اند فيوريوس راح عليه نص عمره اوكي. الزبده يا ولد، كل ما نحكي على موضوع الفيلم فيراري كان ينزل لعاب من حلقه حرفيا. لان فيراري كان يحب السيارات هوايه لاخر درجه، يعني كل تفكيره سيارات ومحركات ودريفت وتفحيط وسوالف سيارات. بس لقى كان يحب السيارات لاخر درجه، يعني لدرجه اذا فيراري اختفى شي يوم كنا نروح ونلاقيه داخل صاله الالعاب براس الفرع وقاعد يلعب العاب سيارات وداخل جو. يعني انا مرات كنت افكر واقول فيراري ما عنده قلب بصدره. هيل نو، فيراري عنده محرك سياره سباق بصدره. لهذا الشيء كان يركض بسرعه خرافيه. ونحن جاي نحكي هزاز وعندهم قالوا فيراري ليش ما تجيب سياره ابوك بالصبح ونروح نطلع فرا بالمنطقه. طبعا الفكره اللي طرحوها اندومي وهزاز دخلت براس فيراري مثل السكينه بالزبده، وانا ما كنت مقتنع بالفكره. بس فيراري نزل لعاب من حلقه من سمع الفكره وقال خلاص باكر الصبح الساعه 5 راح بوق السياره من البيت. وتجمعوا براس الفرع والدنيا كانت صيف، فالساعه 5 يا ولد الوضع كان لوز. فقلنا خلاص، وانا بصراحه يا ولد كنت احب السيارات بعد، يعني تقعد بالسياره وواحد يسوق السياره وانت قاعد تستمتع بالمناظر، وبنفس الوقت يعني الموضوع كان له هيبه شويه بذاك الوقت. يعني قاعد ويا اصدقائك بالسياره، وخاصه يعني السياره خاصه بينا وقاعدين نفطر بالمنطقه. الموضوع كان عاجبني. فقلنا خلاص الساعه 5 الصبح وتجمعنا براس الفرع اني واندومي وهزاز، ومتهانين فيراري يجي ومتحمسين لاخر درجه، وما نشوف الا السياره جايه من بعيد، جايه بسرعه خرافيه. نيجي اول ما وصلت السياره فيراري ما وقف. هيل نو برادرز، فيراري سوى حركات دريفت بنص الفرع. نيجي السياره كانت من نوع سوبر رويال وجاي يضحك فيها بنص الفرع. انا خفت وبنفس الوقت تحمست للموضوع هوايه، لين بعد ما شفت حركات فيراري قاعد ديم يا ولد. فيراري طلع سائق محترف، وانا قلت جي راح نفطر بالمنطقه ونشوف الناس ان عندنا السياره واحنا ما نمشي مشي ونمشي بالسياره ومن الكلام هذا. وصعدنا السيارة، وأول ما صعدنا السيارة قلت الفيراري وين رايحين؟ قال ما عليك، اليوم هذا راح يكون أحلى يوم بحياتكم. وبمكان أتفحط تفحيطة بالسيارة ما شايف مثلها بحياتي. فيراري كان يسوق السيارة بالمنطقة تقول ملاحقين من الشرطة والاف بي اي وموصلينها 5 نجوم. واندومي وهزاز كانوا مطلعين راسهم من الشباك. انا كنت مسوي نفسي شغله كبيره ومخلي نظارات وقاعد كاني رئيس دوله. بعد ما افترينا بالمنطقه كلها ما ظل فرع ما فحطنا بيه، وفيراري راح للشارع الكبير. انا خفت شويه وقلت هذا شارع كبير والسيارات تمشي، نجي امشي شوي شوي وما اشوف الا اندومي. ما عليك دوز شنو خايف؟ وهنا يا ولد بعد ما فيراري سمع اندومي وهزاز داز على السكريتر اخر شيء ودريفت بنص الشارع، سوى دريفت بشكل مو طبيعي. وقوم السيارة خلاها تمشي تايرين بس على الصفحة. انا من قد ما خفت ما ادري شو اسوي، بالزور ماسك نفسي وما اشوف الا فيراري صرخ وقال شدوا الحزام. وانا يا ولد انا مو بس شديت الحزام، لقى من الخوف لعبت بحزام الامان لعب. وما اشوف الا بوم فيراري تعب سيارتين سوا. وانا دايخ بالسيارة، واحد وراي حتى اشوف ازاز واندومي، وواحد كان فوق اللف من قوة الضربة. فواحد على السيارتين اللي دعمناهم وقاعد ديم يا ولد. كل سيارة طلع منها 5 وخمسة في 5 هاي 10 نفرات. اول ما شفتهم طلعوا واحد منهم كان شايل عصاية بيده. وفيراري فتح الباب ولقى اركض. لقى عافنا بأم الموضوع، وانا شفتهم كلهم كبيرين بالعمر، يعني اصغر واحد منهم اكبر مني ب5 سنوات وفوق. انا نزلت وقلت خليني اتفاهم وياهم بس ما فاد الموضوع. انا كنت مصر اتفاهم وياهم بس ما اشوف الا مسكوا اندومي وثلاث مربعات.
هزاز مسكوه بضربة واحدة وقع بالقاع، وواحد منهم طلع الحزام مالته ودق ضرب، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهزاز ما تحمل صار يهز بالقاع. واني هم كنت مصر اتفاهم وياهم، بس جو عليه واحد ماسك دونكي والثاني ماسك سبانا 50. نقى سبانا 50 انا ما شايف سبانا هيك كبيرة بحياتي. واحد ماسك صوندا ومن وين جاب صوندا ما ادري، وتهجموا عليه واني ما اعرف شو اسوي. انا حاولت اهرب بس رجليا متجمدة بالزور قاعد ابتعد عنهم. وانا جاي انزل باوعد فوق لقيت فيراري براس الفرع ووقف بعيد وباوع علينا، واذا ببالكم فيراري وقف على مودنا هيل نو براذرز. فيراري وقف براس الفرع بعيد على مود سيارة ابوه، كان يريد يشوف الجماعة هاي راحت ولا لا حتى يجي ياخذ سيارة ابوه ويرجعها للبيت. بس بعد ما شاف المنظر هذا هيل نو براذرز، فيراري صار يركض ركض. وما اشوف الا واحد منهم لحقني وضربني بالحزام. وانا ومن قوة الحزام اللي ضربني يا رجلي اشتغلوا اركض اركض نيجي اركض، وانا جاي اركض كل ما باوع وراي اشوف شلون قاعدين يضربون اندومي هزاز بالطريقة الشنيعة هاي، كنت اركض اسرع واسرع. اول مرة بحياتي اركض هيجي. لان ضربة الحزام هاي كانت قوية لاخر درجة، ووصلت الراس الفرع بعيد منهم شوية، وبوعد وراي لقيتهم بعدهم جاي يلعبون طوبة باندومي وهزاز، وقلت جيجي نيجي الله يفرجها بوجههم واركض. وصلت للفرع مالتنا ولقيت ابو فيراري شايل الحزام مالته وقاعد يجلد فيراري الجلد بنص الفرع. وانا جيت على اساس اقول له لا عمو لا تضرب عمو، او بالي ابو فيراري راح يستحي يعني يضرب ابنه لان اني صديقه وراح يعوفه وما ادري شنو، وما اشوف الا فيراري قال الخال هم كان ويانا. لقى ابو فيراري جلدني الجلد بالحزام. مش قد ما بلعب ضربات بالحزام، انا قلت بعقلي الحزام هذا اصلي. لان من ذاك الزلمه اللي ضربني بالحزام الدعم لهم الضربه ما كانت قويه هالقد. ابويا طلع من البيت وشاف ابو فيراري قاعد يجلدني ويجلد فيراري بنص الفرع، انا قلت جيجي بلكي ابويا يخلصني منه، وما اشوف الا ابو فيراري قال له ذولا اخذوا سيارتي، وفيراري جاي يقول ابنك دعمها. انا ما كنت اسوق فيراري ابويا بعد ضربني ضرب، ابو فيراري وابويا ضربونا انا وفيراري ضرب مو طبيعي. انا كنت جاي اقول لنفسي يا ريت اللي دعمناهم هم اللي ضربونا احسن من ذولا، لان هذولا ماكو رحمه عندهم. وبنفس الوقت جاي ادعي على فيراري الله يعطيك العافيه فيراري، الله يطيح حظك فيراري، وما اشوف الا السيارتين جايين وجايبين وياهم اندومي وهزاز، وقاعد تيموت. انا ما قدرت افرق بين اندومي وهزاز لان اثنينهم احمر وبنفسجي وازرق. انا ما قدرت اتعرف عليهم من الضرب اللي بلعوا متفلشين لاخر درجه، واجوا الجماعه وقالوا ولدكم دعمونا، وكانوا يفحطون بالشارع وما ادري شنو، وابو فيراري قال حقكم علينا ومستعدين لاي شيء تريدونه ونصلح سيارتكم، واذا تريدون نعطيكم حق التصليح وماكو مشكله وتدللون وحقكم علينا وما ادري شنو. نقب اثناء الحكي هذا اي دونت جيف ا شيت منو اللي راح يصلح السياره. انا كل اللي بتفكيري هل سوف انجلد مره اخرى بالبيت؟ بس ابدا يا ولد انطوهم فلوسهم وراحوا الجماعه، وما احتاج اقول لكم اكلنا ضرب شوط ثالث بالبيت بعد. يعني جلدنا مره ثانيه بالبيت. ومن القصه هاي اقدر اقول لكم شغله واحده بس، واللي هي لا تبوقوا السياره من البيت بالصبح، اوكي؟ لا تسمعوا صديقكم اذا قال تعالوا نبوق السياره ونروح نفطر حتى ما تنفع. واذا ردتوا تبوقوا السياره بوقوها بالليل. لا امزح وياكم، لا تسووني شيء ترى غلط كبير كلش، كنا صغار بالعمر ومو واعيين لتصرفاتنا. وتدوس لايك وانضموا للموكب، واشوفكم المقطع الجاي وبيس.